بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن ازاي تقدر تستقبل قناة تايم سبورت الأرضية وتشاهد عليها المباريات اللي بتنبث على البث الأرضي الرقمي بطريقة سهلة وبسيطة. تابع معايا الفيديو وركز معايا في كل كلمة هقولها وخلي بالك من اللي أنا هعمله. مبدئيا عشان تقدر تستقبل القناة دي لازم الشاشة بتاعتك تكون بتدعم حاجة اسمها البث الأرضي الرقمي. البث الأرضي الرقمي، طبعا الشاشة اللي أنا بصور عليها دي ما بتدعمش البث الأرضي الرقمي، دي شاشة عادية ما بتدعمش البث الأرضي الرقمي. الشاشات اللي بتدعم البث الأرضي الرقمي بيبقى مكتوب عليها البث الأرضي الرقمي. طيب، عشان تقدر تستقبل القناة لازم الشاشة يكون فيها المدخل بتاع الار اف اللي انا هوريهولك ده يا باشا. لازم الشاشة بتاعتك تكون فيها المدخل ده اللي هو الار اف ده المدخل ده اهو. شايف المدخل ده؟ لازم الشاشة بتاعتك تكون بتدعم فيها المدخل ده عشان هيخش فيها الجاك ده. انت شايف الجاك ده؟ الجاك ده هيتوصل هنا في المدخل ده. الجاك ده هيتوصل في المدخل ده، الجاك ده. وده انت يبقى مبدئيا قلنا لازم يكون الشاشة بتاعتك فيها المدخل ده. بعد كده لو الشاشة فيها المدخل ده هتشتري الجاك ده اسمه جاك ار اف، جاك اسمه جاك ار اف، وده ب5 جنيه من عند اي بتاع دشات هتلاقيه موجود عندك. اسمه جاك ار اف، ده اللي هيخش في المدخل بتاع الشاشة. اما لو شاشتك ما فيهاش المدخل ده يبقى انت كده مش هتستقبل قناة تايم سبورت وتريح دماغك من البداية. كده شاشتك لو ما فيهاش المدخل اللي انا وريتهولك ده كده مش هتدعم ولا هتجيب تايم سبورت، يبقى تريح دماغك وما تعملش حاجه. انا بتكلم بقى بالنسبه للناس اللي هي شاشاتها فيها المدخل ده. هتشتري القطعه دي، قطعه ار اف دي، ودي تمنها 5 جنيه، وهتدخلها وهتوصلها بسلك دش عادي، سلك دش عادي. طرف هنا الشعر بيتلف هنا، والنحاس جوه هنا زي صامولة الدش العادية بالظبط. وبعد كده هتوصلها في مدخل الشاشة، والطرفين بتوع السلك لو انت ما عندكش اريال، لو انت ما عندكش اريال هتوصلهم مثلا في طبق الدش من ورا، طبق الدش، سلك في طبق الدش والسلك التاني تسيبه في الهواء. او لو عندك اريال زي ده مثلا كده، ده مثلا اريال اهو، ده اريال، او مثلا علبتين كنز، اي حاجه، اي حاجه. اريال زي ده كده اللي هو عامل زي اريال بتاع العربيات ده. وادي الجاك بتاعه اهو، وادي الجاك اهو، ده اللي هيخش في الشاشه كده. وهتعمل بقى ايه؟ بحث عن القناه. هتخش كده، هتخش كده وتجيب ايه؟ بحث تلقائي. مالكش دعوه باللي ايه. دي شاشه، طبعا الشاشه اللي انا بشرح عليها دي ما بتدعمش، بس انا بوريك الخطوات. هتخش كده هتجيب ايه؟ بحث تلقائي زي كده اهي. طبعا هتلاقي مكتوب النظام عندك على الشاشة بتاعتك. لو بتدعم هيبقى النظام مكتوب البث الأرضي الرقمي وبث تناظري، بث أرض رقمي وبث تناظري. طبعا انت هتبحث عن البث الأرضي الرقمي وهتدوس عليه، على البث الأرضي الرقمي، وتعمل بحث تلقائي. هتنزل لك ايه؟ القناة. هتنزل لك القناة، قناة تايم سبورت. هتروح نازلة على طول على كلمة البث الأرضي الرقمي. تمام.
بس هي دي كل الخطوات، هي دي كل الخطوات. بس المهم وأهم شيء إن الشاشة بتاعتك تكون بتدعم البث الأرض رقمي. لو شاشتك عادية زي اللي أنا بصور بيها دي، طبعا مش هتقدر تستقبل قناة تايم خالص. في حاجة برضو تانية قلنا عليها، قلنا الجاك ده مثلا هتشتريه ب5 جنيه من عند أي بتاع دشات. لو معرفتش تعمل اريال هتجيب علبتين كنز وتوصلهم بسلك الدش وترميهم في البلكونة أو تحطهم على الشباك على حسب المكان اللي أنت فيه. طبعا هو هنا إيه بالنسبة للشاشة دي اللي أنا بصور بيها دي، هو عمال بيبحث لكن مش هيجيب حاجة. ليه؟ لأن الشاشة دي ما بتدعمش البث الأرض الرقمي. هو عمال يبحث على الفاضي، عمال إيه بيبحث كل ده على الفاضي ومش هيجيب حاجة. لأن إيه تايم سبورت ما بتنزلش على التردد التناظري، بتنزل على البث الأرض الرقمي. طبعا هو بيبحث بس تناظري، مش هيجي اي حاجه، ولا هتلاقي تايم سبورت ولا هتشوف تايم سبورت. اه خلينا معاه للاخر، مش هيجيب اي حاجه. لان دي اهي على البث التناظري ما جابش اي حاجه ولا هيجيب اي حاجه. ليه؟ لان النظام ده خلاص انتهى واتلغى. اللي موجود دلوقتي البث الارض الرقمي. وعشان تقدر تجيب البث الارض الرقمي لازم الشاشه تكون بتدعم البث الارض الرقمي. بالنسبه للتلفزيونات اللي هي القديمه، مفيش الكلام ده. انسى ان لو انت تلفزيونك قديم مش شاشة، مو هو الشاشة، تلفزيون قديم عادي، تلفزيون قديم من العادي ده، انسى ان قناة تايم سبورت تنزل عليه. الكلام ده كان زمان وانتهى. اللي بيجيب تايم سبورت اللي هي الشاشات الرقمية فقط، زي مثلا ال جي، زي سامسونج، توشيبا، الحاجات دي كلها بتدعم البث الارض رقمي. اما الشاشات القديمة اللي زي دي كلها ما بتدعمش، والتلفزيونات القديمة دي كلها ما بتدعمش. يبقى اللي بيدعم الشاشات البث الأرض الرقمي، الشاشات الحديثة بس، دي اسمها البث الأرض الرقمي. لو انت ما عندكش الشاشة ممكن تشتري ريسيفر بث أرض رقمي. ريسيفر بث أرض رقمي ده برضو ايه، لو شاشتك ما بتدعمش ممكن تشتري ريسيفر، والريسيفر سعره رخيص، سعره زي السعر الريسيفر العادي. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.